السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بأسهل وأسرع طريقة ممكن تعمليه بيها. طريقة سهلة وبسيطة جدًا بدون تعب ولا مجهود، وهيطلع معاكِ في الآخر مورق وبطبقات كتير زي ما أنتِ شايفة كده. وكمان هاقول لِك على التسوية الصح في البوتاجاز واستحالة ينشف منِّك وهيطلع معاكِ بجد روعة. كل أسرار التسوية الصح هاقولها لِك، اللي يطلّعه معاكِ بالشكل ده في الفرن ويورق بالطريقة دي. يالّا بينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك على الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق، ولازم تتأكدي إن الدقيق ده نوعيته أو عرقه يكون قوي لأنه هيفرق معاكي في النتيجة النهائية للفطير. بعد كده معايا كوبايتين من المية، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة كبيرة من السكر ودوبتهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل بكوبايتين المية على الدقيق، ومعايا كمان كوباية تالتة معايا هنزل بيها بالتدريج لحد ما أشوف الدقيق هياخد مني قد إيه. أبدأ أستخدم في الأول الكوبايتين المَيّة، وأبدأ أعجن فيهم لحد ما أشوف الدقيق هياخد مني قد إيه، لأن طبعًا زي ما إحنا عارفين كل دقيق بيختلف من نوع للتاني، في دقيق بياخد مَيّة زيادة، في دقيق بياخد مَيّة أقل، فلازم تنزلي بالتدريج لحد ما توصلي لقوام عجينة هاقول لِك عليها إزاي تتأكدي إن هي دي قوام العجينة الصح. بعد كده بدأت أزوّد الكوباية التالتة بالتدريج، ولازم تزوّديها بالتدريج لحد ما تشوفي الدقيق هياخد منِّك قد إيه. وتعرفي إزاي إنِّك خلاص ما عدتيش محتاجة مَيّة، تلاقي دي خلاص ما عادش موجود في الطبق والعجينة اتلمّت معاكِ زي ما أنتِ شايفة معايا كده. أنا عشان أوصل لقوام العجينة دي، الدقيق بتاعي خَد منّي 3 كوبايات مَيّة. ممكن معاكِ ياخد كمية مَيّة أكتر أو ممكن كمية مَيّة أقل على حسب نوع الدقيق بتاعِك. أهم مراحل الفطير إنِّك لازم تعجني فيه كويس جدًا لحد ما العرق بتاعها يتنشّط بسرعة. وعشان عرق العجينة ينشط معاكِ بسرعة بدون تعب وبدون مجهود، في خطوة كده باحب أعملها تخلّي عرق العجينة ينشط معاكِ بسرعة، وهي إنِّك تريّحي العجينة كل شوية، يعني مثلًا اعجنيها 5 دقايق وسيبي العجينة تريّح كمان 5 دقايق وارجعي اعجنيها، هتلاقي عرق العجينة بينشط معاكِ. أنا كل شوية باشدّها واشوف إذا كنت وصلت العجينة الصح والّا لأ. إزاي بتعرفي؟ تلاقي العجينة بتمُط معاكِ كده زي ما أنتِ شايفة مش بتتقطّع، بتبقى فيها مَطّة حلوة كمان، وكل ما تريّحي العجينة كل ما العرق بتاعِك هينشط بسرعة وترجعي تاني تعجني فيها. ده الخطوة دي بتفرق معاكِ جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. العجينة ما بتتقطّعش معاكِ بسرعة، وعرق العجينة بتبقى فيها مَطّة حلوة جدًا، هو ده العجينة الصح اللي أنا عاوزاها للفطير. وعجينة الفطير بتبقى فيها نسبة تلزيق بسيطة، عجينة طرية بتلزق بسيط جدًا. خلاص أنا هنا بعد ما وصلت عجينة المضبوطة للفطير، بعد كده هاخدها أقسّمها لقطعتين زي ما أنتم شايفين معايا كده. أنا هاعمل بس فطيرتين كبار، ممكن تقسّميها ل4 أو أكتر على حسب حجم الفطير اللي أنتِ عاوزاه. أنا هنا على طول هاخدها أقسّمها وبعد كده هاريّحها، هاقسّمها لكورتين كبار زي ما أنتِ شايفة معايا كده. بعد كده هاكون معايا طبق دهناه كويس جدًا زيت، بعد كده هابدأ أرُص فيه الكورتين اللي أنا عملتهم زي ما أنتم شايفين. وطبعًا زي ما قُلت ممكن تعمليهم أكتر من كده، يعني ممكن يبقوا معاكِ 4 فطيرات متوسطة الحجم. وبعد ما عملتهم كورتين كبار زي ما أنتم شايفين معايا كده، هابدأ أدهنهم كويس جدًا بالزيت زي ما أنتم شايفين كده. لازم تدهني عدد قطع العجين اللي معاكِ بالزيت كويس جدًا، وبعد كده هتغطيهم بكيس بلاستيك أو كيس تلاجة يعني. بعد كده هاسيبهم يرتاحوا من نُص ساعة لساعة على حسب. كل ما تريحي العجينة كل ما هتتفرد معاكِ بسرعة أكبر، وكل ما هتديكِ نتيجة أحلى. وعلى ما العجينة ترتاح معانا، تعالي نحضّر المادة الدهنية اللي هنورّق بيها الفطير. معايا 200 جرام من الزبدة، أنا هنا مستخدمة زبدة عادية مش زبدة بلدي. لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ ولازم تكون طرية جدًا. عليهم نُص كوباية من السمن البلدي عشان آخُد طعم حلو جدًا في الفطير. أنا هنا معايا المادة الدهنية حوالي 300 جرام، 200 جرام زبدة و100 جرام سمنة. ممكن تقلليها لكده وتبقى معاكِ 250 جرام، بس ما تقلليش عن 250 جرام عشان خاطر الفطير يورّق معاكِ ويطلع طبقات مورقة وكمان ما يطلعش منِّك ناشف. يعني ممكن تكتفي بربع كوباية من السمنة بس، بجد السمنة البلدي بتفرق في الطعم جدًا. بعد ما خلاص العجينة ارتاحت معايا كويس جدًا، أنا هنا ريّحتها أكتر من نُص ساعة. بعد كده هادهن سطح العمل اللي أنا هاشتغل عليه كويس جدًا بالزيت. لازم تدهني سطح العمل بالزيت، ما ينفعش بالسمنة أو الزبدة، لإن الزيت هو اللي هيساعدِك إنِّك تفردي العجينة بكل سهولة. وزي ما أنتِ شايفة كده العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة لإنها مرتاحة كويس، وكل ما العجينة ارتاحت معاكِ كل ما هيكون ده أسهل ليكِ. بابدأ أفردها زي ما أنتِ شايفة كده، ممكن تفرديها بإيدِك عادي جدًا، بس أنا حبيت أستخدم النشابة عشان أسرّع الموضوع. وزي ما أنتِ شايفة كده أنا هافردها على شكل مستطيل، ما يكونش سميك ولا يكون رقيق بزيادة، زي ما أنتِ شايفة بالشكل اللي معايا كده.
بجد الموضوع مش هياخد منِّك وقت ولا مجهود وبيتفرد معاكِ بكل سهولة. بعد ما فردته على شكل مستطيل ما يكونش رقيق بزيادة ولا يكون سميك جدًا، هابدأ أفرد معايا المادة الدهنية بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة كده. أنا هابدأ أستخدم بإيدي لإن بصراحة إيدي بتوزّع المادة الدهنية أحسن من المعلقة، فبدأت أستخدم إيدي زي ما أنتم شايفين كده. لازم كل حتة في العجينة تكون عليها مادة دهنية، لازم أوزّع المادة الدهنية كويس جدًا في كل العجينة عشان هي دي اللي هتورّق معايا الفطير. هتوزعي نص كمية المادة الدهنية اللي معانا، يعني كل كورة هتاخد مننا حوالي 150 جرام. بس سيبي معلقتين في الآخر كده من المادة الدهنية، هاقول لِك هنعمل بيهم إيه في الآخر. زي ما أنتِ شايفة لازم الزبدة تكون طرية جدًا عشان تعرفي تفرديها بكل سهولة على العجينة، لأن الزبدة لو كانت جامدة أو ساقعة مش هتتفرد معاكِ بكل سهولة، وكمان هتقطّع معاكِ العجينة. بعد ما فردتِ الزبدة كويس جدًا على العجينة، هتجيبي بقى السكينة بتاعتِك أو القطاعة بتاعة البيتزا، هتبدئي تقطّعي العجينة من الأطراف من غير ما توصلي لنُص العجينة. كل قطعة بتقطعيها بتقطعي قصادها من الجهة التانية في المقابل زي ما انت شايفة معايا كده من غير برضو ما توصلي لنص العجينة. وكل ما تقطعي عدد اكتر كل ما تعمل معاكي توريقات وطبقات اكتر. زي ما انت شايفة معايا كده ده الشكل النهائي بعد ما قطعتها. بعد كده هبدأ اخد كل جنب واطبقه على التاني، يعني هاخد الجنب الاول واحطه في النص وبعد كده هبدأ اطبق الجنب التاني عليه زي ما انت شايفة بكل سهولة. وبعد ما طبقتهم الاتنين على بعض هاخدهم واحطهم في منتصف العجينة زي ما انتي شايفة معايا كده. الفيديو شارح نفسه، وهكرر نفس الخطوات لحد ما اخلص عدد الطبقات اللي انا عاملاها. وكل طبقة انا بطبقها بفردها كويس واسويها باللي تحتها عشان ما تكلكعش معايا في العجينة. وزي ما انتي شايفة معايا كده ببدأ اشدها واسويها بالطبقة اللي تحت وبتتشد معايا بكل سهولة، لان العجينة من الاول اتعجنت كويس جدا واتعجنت صح وكمان العجينة مرتاحة، فهتلاقي العجينة مرنة معاكي بكل سهولة وبتتشد معاكي بكل سهولة بدون ما تتقطع منك. وهاكرر بقى نفس الخطوات لحد ما اخلص الفطيرة اللي معايا. دي اسهل واسرع طريقة هتورقي بيها الفطير، بجد مش هتاخد منك وقت ولا مجهود وسهلة جدا، بس لازم تتبعي اهم الخطوات اللي انا قلتها عشان تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، مرنة ما بتتقطعش وبتتفرد معايا بكل سهولة. لانها كل ما عجنتيها كويس جدا وكل ما ريحتي العجينة في كل مرحلة هتديكي النتيجة اللي انت شايفاها معايا دي. بعد كده خلاص انا وصلت لاخر توريقة بفردها كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. بابدأ أفردها وأقفل الأطراف كويس جدًا عشان الزبدة ما تخرجش منها. بعد ما خلاص خلّصتها آخدها بقى على طبق مدهون زيت كويس جدًا، وأبدأ أحط العجينة فيه، وأبدأ كمان أغطيها بكيس تلاجة، وهادخّلها التلاجة من ربع ساعة لنُص ساعة لحد ما الزبدة تبدأ تجمد معايا، علشان ما تخرجش من العجينة أثناء الفرد. وهاكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة في الفطيرة التانية معايا. دي أسهل وأنجح طريقة هتعملي بيها الفطير، بجد النتيجة هتبهرِك. من كتر سهولتها تقدري تعملي كذا فطيرة بدون تعب أو مجهود وتخلّصي أكبر عدد. بعد كده كانت خلاص الفطيرة ارتاحت معايا في التلاجة حوالي تلت ساعة، وهابدأ أفردها بس هابدأ أفردها فردة بسيطة، مش دي الفردة النهائية، لأ أنا هابدأ أفردها على شكل مستطيل فردة بسيطة بإيديا كده خالص زي ما انتي شايفين معايا كده. وبعد ما فردتيها بالشكل ده هابدأ أفرد طبقة من الزبدة زي ما انتم شايفين معايا كده. الطبقة دي المعلقتين اللي أنا قلت لك في الأول سيبيهم وهقول لك بعد كده هنعمل بيهم إيه. كل فطيرة هتاخد معلقة من المعلقتين اللي احنا سيبناهم من المادة الدهنية في الأول. بعد كده بابدأ ألم أطراف العجينة على شكل ظرف وبعد كده بابدأ أضم الأطراف مع بعضها وأكورها على شكل كرة. أطراف الفطيرة طبعا صعب إنها تقفل وتلم كده في بعضها، فحاولي على قد ما تقدري إنك تلميها كده على بعض وتخليها على شكل كورة. بعد ما تقفليها على شكل كورة هتبدأي تحطيها في الصينية والصينية تكون مدهونة بسمنة أو بزيت كويس جدا، وبعد كده هتغطيها بكيس تلاجة عشان ما تنشفش منك. بعد كده هتسيبيها ترتاح حوالي نص ساعة، لأنك لو طبقتيها وبدأتي تفرديها على طول هتبقى صعب إنها تتفرد معاكي، لكن لما بترتاح كويس بتبدأ تتفرد معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده. وانت بقى بتفردي الفطيرة هتبدأي تمسحي وشها بحبة صغيرين كده من السمنة، ولو موجود عندك قشطة بلدي هتبدأي تستخدميها بتبقى أحلى طبعا. تتفرد معاكِ الفطيرة بكل سهولة عشان مرتاحة كويس جدًا. وأنا هنا مستخدمة مقاس الصواني 35. أنا فردتها بالسمك ده وكان السمك ده بالنسبة لي كويس، لو عاوزة تفرديها أكتر من كده زي ما أنتِ عاوزة. وبعد ما تفرديها ما تدخّليهاش الفرن على طول، سيبيها ترتاح حوالي 10 دقايق، ده هيديكِ نتيجة أحسن. بعد كده بتسخّني الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة عالية. بعد كده بتاخدي الفطير وتحطيه على الصاج الأخير للفرن عشان يستوي أسرع وما ينشفش مننا. ولو البوتاجاز بتاعِك بيولّع الشواية مع الفرن ولّعيهم الاتنين مع بعض. ولو البوتاجاز بتاعِك الشواية والفرن مش بيشتغلوا مع بعض، هتبدئي تحطّي الفطير على الصاج الأخير لحد ما ياخد لون من تحت كويس ويبدأ ينفخ زي ما أنتِ شايفة معايا كده.
وبعد كده هتبدئي تحطيه تحت الشواية لحد ما ياخد لون دهبي وحلو من فوق. طالما الفطير نفخ معاكِ بالشكل ده، هيبقى معناه إن الفطير مورّق وهيطلع معاكِ ناجح جدًا. ده بقى ماما تطلّعه من الفرن زي ما أنتم شايفين كده، لو أنتِ حاباه مقرمش هتسيبيه زي ما هو، لو أنتِ حاباه يطرى أكتر من كده هتبدئي تغطّيه بكيس من التلاجة لحد ما يبدأ يطرى. غطّيه حوالي 10 دقايق كده هتلاقيه طري معاكِ خالص. وعايزة أقول لِك إن الفطير مش بياخد وقت كتير في الفرن، بياخد حوالي من 15 ل20 دقيقة بالكتير على حسب قوة فرنِك. بجد دي أحلى وأسهل وأسرع طريقة ممكن تعملوا بيها الفطير، وهيطلع معاكم طعمه روعة، وكمان طبقاته كتير ومورق زي ما انتم شايفين معايا كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.